يوم ذاك الصباح بين الصبح والشرقة مرق من بيتي قاصد جامعة الفل عرضة مظبط تمام آخر مزاجها فرد مرة ارقص رقيص مرات تمها عرضة. هنا نداهم الشاعر نصار عبد الحي. هذه الحلقة برعاية كريمة من سلسلة مطاعم كوكي. يلا يا نصار حنقبضك عشان تقول لنا شعر حار. نصار عبد الحي العريابي، نحن أهل الفخر ونحن يا سلام حبيبنا والله يا سلام. ازيك يا جميل؟ اتقبض اخبارك؟ الله يديك الصحة والعافية يا اخي. يا اخي والله يعزك انت. كيف اخبارك؟ تمام الحمد لله. قول لهم في الكاميرا انت قبضتها. والله قبضه لا يظن. الله يدينا الشرف يا اخي. الله يكرمك شرفتك. الله يديك العافية. متابعي برنامج قبضتك اينما تكونوا، في اجمل قبضة قبضنا عليه الشاعر نصار عبد الحي. مرحبا حبابك اخوي ود العوض وسعيد والله الليله اني اكون ضمن الناس المقبوضين. الله يديك الصحة والعافية. دايرين منك بطاقة تعريفية وافية كافية، كل الناس بيعرفك بنصار عبد الحي فقط. لكن ورانا نصار عبد الحي مو جايب مو جايب له خبر، الا اللي حيجيبوا له خبر. انا نصار عبد الحي الحاج ادريس النور. ايوه. من ولايه نهر النيل، محليه الدامر، منطقه العلياب، قريه القلعه، ساكن الحاويه. الحاويه والقلعه يمكن يكون يعني مسافة ما بعيدة بيناتهم مقطع، لكن تقدر تقولها خوارج في المقطع وباقي ومن كله الحاوي. البدايات كانت 200 تقريبا، تقدر تقول من 2013 2014. القصيدة طلعتك ومنها انطلقت، كان القصيدة شنو؟ ايوه بقولوا خالد تسكر، ما طلع عليك كلام الشيء. اقول لها بسم الله مما شفت كده عوزت جريت الكتاب البقرة جت خلصت. الشينات كتار شفتها بدست، لكن زي شناتك اصلي ما لاحظت. قهرتك بالله يا شينا وشناتك مرة والناس بيجروا منك لما تطلعي برا، خالية من الحواجب والرموش بالمرة زي التيز بقيت الشيب عمل له غرة. شينا قبيحة العيرة وعليك خلاق خشمك فيه حسين زي سنة الدقاقة، طويلة معضعصة وكرعيك بشقاقة كان ما الطرح فيك. انا قلت قايل هناك باقي كلام خلوه. لا حول الله. يا سلام يا اخي يا سلام يا سلام. لكن بعدها يا نصار انطلقت انطلاقة جميلة. طبعا انا المجال ده لما بديت فيه يعني ما اخذت يعني هدف اللي قدامي اني مثلا اطلع في اعلام ابني اسم. كان هوايات. ايوه كان هوايات وزي ما بقول قضي وقت. ايوه خلاص. الحياه دي كلها غيرتني بها الناس المستمعين. ليه التحيه هي كلها لازم يسمع لي نصار عبد. يا سلام يا سلام. طبعا البلد دي بلد الشائعات، بيقولوا سمح الرد في خشم زين. انت بيقولوا انك انت ما عندك علاقه باللحم نهائي. والله يمكن بجدي في حته يمكن انا ذاتي ما قاعد اذكرها كثير. طيب. يمكن الناس كثير ما عارفين الكلام ده. طيب. لكن الحاجه دي ذاتي زي ما تقول قاعد تدخلني في حاجات كثيره. يعني نعم انا بقيت الزول لو في زول دق علي تليفون عازمني بقول له يا زول ايوه الله اقرا في صحن فوت له. بعدين الحاجه دي يعني ما عندي معاه نفسيات ولا حاجه خلقه ربانيه. سبحان الله. انا قلت لا لحم ولا ملاح فيه لحم، لا سمك لا اي لحم بكل انواعه، اي حاجه ربنا خلقها فيها لحم دينا ما باكل. عندك قصيده كده انا ما اقدر استحضرها، فيها عيدان قصقص شنو كده، عارف عيدان نجيب حاجه زي كده. نحن قدرنا مدفوع لا تعبر لا تقاس، سلام. ومما قمنا حافرين للمكارم ساس. ابشر. وكنت نركز نقيف ندق دق يباس تقول عندام مغزغزه وقت تقول دير ناس. ابشر. شرقوي ركاب الخيول شيرين وكت باللاقي، التاي للملوك تيجان جباحنا طواقي، هن الجبه والمركوب والعراق يا ما خفقنا في مويه وزرعنا سواقي. ابشر. تاريخ ذكرنا وبالكرم ترخنا، وزال حدود قاتلك ترخرخنا، نظافه غيرنا تنعد في الحساب هو سخنا ساس ديواننا نحفر قبل ساس مطبخنا. يا سلام. كم سيدنا من نار الفراسه بيوت واصحاب سنه نغاريك السلام نفوت، للعادانا باقي له شوكه حوت خياري في الدواسان البصر يا مود. ابشر. ضربنا يفرتك الصخره بعلوم هدا،
يميننا بتدي والخمشاها ما بتعدها، ما بنتمادى لحق غير نزاهه وشده، نخجل الابن ذاته على الصحن ما نمدها. ابشر الله. الخاوانه في بحر المخاونه غوسلو، نحن العز بيجينا بكوسنا ما بنكوسلو، بنكرم ضيفنا والمال في الجيوب بندوس تخليه والبشر نحن اللي بندوس. يا سلام. ابشر والله. ابشر والله العزه بيك. ابشر يا سلام عليك يا نصار. كيف علاقتك مع الشهره ومع الناس والجمهور وكذا؟ والله زي ما قلت اول حاجه نحن زي ما بقول نحن دابنا الطلبه في بدايه طريقه، ما في حاجه كده زول مثلا عشان يقدر ينفر بها من الناس، انفر ليش يعني؟ فالموضوع كله موضوع يعني بسيط وما مستاهل تكلف وما مستاهل تكبر وتكون عادي. انت نصار تزوجت ولسه بتتغزل؟ كيف يا اخي؟ ها؟ كيف؟ هي هذا السؤال. الموضوع ده موضوع انك تتزوج وتتغزل ده يا اخي، اول حاجه قلت موضوع الحكومه دي عارف البرنامج ده كله. ما كل قصيده مثلا انا كتبتها بتحكي عن لسان حالي، لكن في قصايد بتحكي عن لسان ناس تعرف. بعد تسمع لمنو في الشعر؟ الشاعر سعيد زمراوي. يا سلام. والشاعر ابن الشمال عطا الكنيبلي، يحن مرات جفاك بلا إذن. يا سلام. تلقي ما تدعون اللهو والشوق داري. نصار الردم بنتعامل كيف مع الردم؟ انا يمكن اتردمت ردم زي ما بقولوا الوطن ما تردمت. انا بتعامل مع الردم ده بكل برود. انا سعدت بك شديد والله انا ما سعدت بمعرفتك. الختام المساحه معك، تفضل. اول حاجه خليني نحييك انت اخوي ود العوض حبيبي يا سلام. الدرامي والكوميدياني المعروف. تحيه لكل قاعدتك الجماهيريه الكبيره وبرنامج قبطك. تحيه لكل زول بيعرف نصار عبد الحي الحاجدريس العلياب. تحيه لكل اهلنا في العلياب عامه وفي قرية الحاوية بصفة أخص. تحية لك والتحية لكل من يتابع نصار عبد الحي، والتحية لكل متابعي برنامج قبطك. لحد ما نقول لكم زول تاني أبقوا عافية.